السلام عليكم متابعي حقائق في دقائق. الحضارة المصرية القديمة. الحضارة المصرية القديمة هي من أقدم الحضارات المنظمة التي ظهرت على كوكب الأرض، وقد تميزت هذه الحضارة بعدد من الألغاز التي لم يقم العلم الحديث بحلها. الحضارة المصرية القديمة من أقدم وأشهر الحضارات على الإطلاق، حيث أنها قد لفتت الأنظار نظرا لاستمرارها لأكثر من 7000 عام، وقد أطلق على الرجال في هذا العصر اسم فرعون، والكلمة مأخوذة من بر عو، أي المنزل الكبير، والمقصود من هذا الاسم قصر الملك. وبعد مرور فترة من الزمن أصبحت الكلمة فرعو، وكان هذا الاسم مستخدما على من يعيش في القصر. ولقد اشتهرت الحضارة المصرية القديمة بالألغاز التي ما زال العالم يقف عاجزا أمام تفسيرها حتى الآن. ومن أفضل ما جاء عن الحضارة الفرعونية عن الأطفال، حيث أننا نسمع عن الطفل الذي قال بأن الأرض ذات شكل كروي منذ الكثير من القرون، بينما يقوم كولومبوس بعمل رحلات لاستكشاف أن الأرض كروية، وكان هذا في عام 1492. الحضارة المصرية القديمة ألغازها كثيرة. كيف تمكن الفراعنة من الوصول إلى هذه المنزلة بين سائر الحضارات الأخرى؟ لقد عرف الرجال في الحضارة المصرية القديمة بالقوة والعزيمة وشدة الإصرار، كما أنهم كانوا مصرين دائما على الحفاظ على العلم. لذا فإننا نسمع عن أوراق البرد التي ذكر فيها حقيقة كروية الأرض، وعن كونها من ضمن الكواكب التي تسبح في الفضاء الخارجي. وقد اكتشفت هذه الورقة في عهد الملك تحتمس الثالث، ولقد اشتملت هذه الورقة على كم كبير من أسرار الحضارة المصرية القديمة، والتي ما زال العلم عاجزا أمامها حتى عصرنا هذا. ما ذكره الأجانب عن الحضارة المصرية القديمة. لقد جاء هيرودوت إلى مصر، ولقد قرأ الكتب التاريخية، واطلع الرجل على أمور في غاية الغرابة التي لا يستطيع أحد أن يقوم على تفسيرها، مثل طيران الكرة النارية في الهواء من دون وجود أي حرارة، كما أنه قد رأى بأم عينيه أعوادا ثقيلة مصنوعة من الحديد كانت مرتفعة كثيرا وتظل في الهواء معلقة، وكأن لها قوة تفوق قوة الجاذبية الأرضية. صناعات من الحضارة المصرية القديمة. من الأشياء الغريبة التي اكتشفت في مقبرة توت عنخ آمون خنجر على درجة عالية من الجمال، وكانت له شفافية كبيرة، وكان لامعا وبراقا، ونصله ما زال محتفظا بحدته بالرغم من مرور الوقت عليه، حيث أنه قد صنع منذ أكثر من 3 قرون. أشياء أخفاها الفراعنة عن البشر في الحضارة المصرية القديمة. هناك الكثير من الألغاز التي لم نتمكن من الوصول إليها، مثل أسرار التحنيط للإنسان، حيث أن علماء الآثار كانوا يظنون أن الفراعنة هم أصل البشر. لذا فلقد قام بحبس طفلين في جزيرة في منتصف مدينة، ولم يتمكن أحد من الوصول إلى هذين الطفلين، ولقد وكلا للطفلين الخدام مع توصيتهم بأداء الخدمة لهم مع منع الحديث معهم تماما. ولقد كانت أولى الكلمات التي نطقتها الأنثى غير معروفة، وعندما تم الكشف عن أصل الكلمة التي نطقتها وجدوا أنها تعود إلى لغة آسيوية قديمة، وهذا يعني أن أصل الإنسان ليس فرعوني. ألغاز الحضارة المصرية القديمة التي لم يتمكن العلماء أن يصلوا إليها بالرغم من التقدم العلمي. إن ألغاز الفراعنة كثيرة لا يمكن حصرها، حيث أن الحضارة المصرية القديمة حضارة عريقة، ومن أشهر الألغاز لغز طريقة بناء الأهرامات، حيث أنها مبان ضخمة، كيف تمكنوا من رفع هذه الحجارة على ارتفاعات كبيرة. احتفاظ الجثث بالملامح بعد تحنيطها من الأسرار التي لم يتمكن العلماء إلى الآن من الوصول إليها. وليس هذا فقط، بل السر وراء التحنيط الذي استمر مفعوله طوال هذه القرون ما زال خافيا عن العلماء. الطرق المستخدمة في الحضارة المصرية القديمة للكشف عن المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة. ففي عصرنا هذا مع تقدم الوسائل العلمية نأخذ فترات كبيرة للكشف عن هذه المعادن. كيف تمكنوا من الوصول إلى كل هذه الكميات مع عدم وجود التقنيات الحديثة؟ وأخيرا، العلم ليس له حد، وكل عصر يتميز عن غيره من العصور، ولا يوجد عصر وبه الكمال، فلا بد من وجود شيء ناقص غير مكتمل، وهذا هو حال البقاء على هذه الأرض. لا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك بالقناة وتشغيل جرس الإشعارات. السلام عليكم.